ما عنده مشكله، يخشوا على امه ما عنده مشكله، يخشوا على ابوه ذاته ما عنده مشكله. اي مسؤول، اي تاجر، اي بقى مسؤول عسكري، بقى مسؤول مدني، بقى سياسي، بقى تاجر، بقى سمسار، باع فرط في الوطن واشتغل عميل، تاكد انه هذا المعتوه الرخيص اشتغل ضد اسرته، باع مرته لرجال، سرير البنوم فوقه مع مرته بيجوا رجال بنوم في نفس السرير، بيجيب رجال بنوم مع مرته، لانه اللي بيجيب العملاء لوطنه قادر يجيب الرجال يدخلهم في سرير مرته عشان ينوموا مع مرته. وممكن رجال يلدوا من مرته ده عيال وبيكون ساكت وما بيتكلم، يجيب رجال يدخلهم في بيته لبناته ويلدوا بناته بالحرام من الرجال ويسكت ما يتكلم، لانك لما تجيب تبيع وطنك وشرف وطنك ثاني ما عندك شرف، لا عندك شرف مرة، لا عندك شرف بيت، لا عندك شرف اخت، لا عندك شرف اي حاجه، انت ذاتك ما عندك شرف كمسؤول. وكتاجر وكعميل ما عندكم شرف. اللي عنده شرف وعنده عزه وبيخاف على مرته وعلى بنته وعلى اخته وعلى اهله بيخاف على الوطن، لانه الوطن لا يقل شرفا عن لانه الوطن بلا شرف انت كانك خليت امك واختك قاعدين انفكوا ساكت بلا شرف. شرف امك وابوك وبنتك واخواتك واهلك بتمثل في شرف الوطن. تخاف على الوطن لو انت بتخاف على مرتك وامك وابوك وبناتك واخواتك، بتخاف على مقدرات الوطن لو بتخاف على الحاجه دي، كنت تاجر ولا كنت مسؤول ولا كنت حتى مواطن عادي. اشتغلوا شغل بتاع رجال يا مسؤولي بلادي، وابقوا رجال وما تبقوا ديوسين وما تبقوا ذكور، ما تبقوا ذكور، نحن ما دام تبقوا ذكور. الخروف ده قاعد بحمل النعجه بتلدي اربعه وخمسه، انت والخروف واحد، انت كمسؤول انت ذكر، الخروف ممكن يلدي، انت بتلدي واحد الخروف بلدي خمسه، الكلب ده بلدي في الولد 10 جريوات، ممكن الكلب عادي ممكن في الذكوريه اكثر منك ذكوريه ذاته. كم شغله الحكايه ما ولاده. ابقى راجل ما تبقى ذكر، داير انك تبقى راجل كمسؤول، تبقى راجل كتاجر، تبقى راجل كمورد، تبقى راجل كسمسار. خاف في الوطن وخاف في مقدرات الوطن، وما تشتغلوا شغل العفن ده ضد الوطن. يا اخي ما تقرفونا وتهردونا يا اخي، شبابنا يا اخي مجدع يا اخي في دول العالم يا اخي، طاقات بدل نستفيد منها في بناء الوطن، عواجيز مكنكشين في السلطه، مكنكشين في الكراسي، وعلى كانوا شغالين عماله وقرف وعفن ووسخ، وزول فيكم داير يصلح ما في، والشباب لسه ضايع تايه ما عارف يجيب راسه من قعر وين. شيء كثير من اخواننا وشبابنا مشوا في دول المهجر وقعوا ضحايا بتاعت مخدرات، ضحايا بتاعت تجاره اعضاء، ضحايا بتاعت تجاره بشر، ضحايا بتاعت مين، ناس اختفت، ناس اتسجنت، ناس زيتها طلع، عباره عن شباب. ليه؟ لانه بسبب انانيه، لانه في مسؤولين ديوثين لا يخافوا الله ولا يخافوا في الوطن ولا عندهم غيره لاي حاجه في الوطن، عباره عن وسخ وعمل وقوادين. في البلد ده في تجار قوادين، في سماسره قوادين، في عملاء قوادين، في مسؤولين قوادين، في مواطنين قوادين شغالين ضد الوطن ده. قواد عديد زي الزول القواد اللي بيمشي بيجيب النساوين للرجال والرجال للنساوين بيقبض حقه. عندنا ناس في السودان شغالين ناس ضد السودان ده، انت بتجيب ناس عشان يشتغلوا ضد الوطن، انت قواد. بقيت مسؤول عسكري، مسؤول مدني، بقيت سياسي، بقيت مواطن، بقيت تاجر، بقيت مورد، بقيت سمسار، انت قواد. طالما بتجيب الرجال عشان ينهبوا بلدك، بتجيب الرجال عشان يخشوا يأذوا وطنك ويأذوا اهلك، انت قواد. انت في القواد ذاته اريدك كان قلت قواد برو ماكس. لا يمكن يا اخي تقرفونا يا اخي. ناقصنا شنو يا اخي عشان نبقى زي الامم يا اخي؟ ناقصنا شنو عشان نستقر؟ ناقصنا شنو عشان نبقى زي الناس؟ ما رجال زي الناس؟ ما رجال زي باقي الدول؟ ما على الحوة السودانية وصلت في شنو؟ ولدتنا احسن ولاده وربتنا احسن تربيه، ما قالوا الشعب السوداني ناقصه شنو؟ امهاتنا ولدونا وربونا احسن تربيه، علمونا. ناقصنا شنو عشان نبقى زي الرجال ونبقى زي الامم؟ ويا مسؤولي بلاد اركب عديل وامشوا عديل، والما قدر التحدي يشيل بوجه ويتخارج. الوظيفه والمهنه ما محل الاكل وما محل الغنى والاسترزاق، هو محل خدمه الشعب وخدمه الوطن. بقيت مورد، لو انت قاعد تورد ولا تصدر استيرادك او تصديرك، لو ما قاعد تخدم الوطن خليه. لو بتستورد او بتصدر خد انه الوطن ده 90% يكون الفائده للوطن و10% يكون الفائده لك. لكن للاسف البورد ومصدر في السودان داير يكون 99% الفائده له و1% للوطن، او 99 الفائده للجهه اللي بصدر لها او بورد منها و1% له هو، والوطن ما عنده حاجه. ده الوصف الحقيقي.
الموردين والمصدرين في السودان 99% الفائده تكون للجهه اللي هو مورد لها او المصدر لها او المورد منها، 1% له هو كسمساري او كمورد، والوطن طبعا والمواطن ما في حساباته. احنا ما داخلين في حسابات الموردين والسماسرة، ما داخلين في حساباته، ما داخلين في حساباته. ارخص موردين ومصدرين هم السودانيين، ما كلهم، لكن ارخص مورد ومصدر فيك يا بلد في عالم هو ما يوجد في السودان. ارخص عماله في العماله عملاء، العالم ده فوق عملاء، لكن ارخص عملاء على مستوى الدول فيك يا سودان. قسم بالله العميل السوداني الله يكرمكم معلش، لكن نحن الحاجه بدسوا ما في، والله العاهره الواقفه في شوارع باريس والله اغلى منه. والله العاهرات الجرات شارع في شوارع باريس اغلى من العميل السوداني، العميل الشغال ضد وطنه. العميل ده بقى عميل ده بقى مسؤول عسكري ولا مسؤول مدني، والله العاهره اللي في باريس جاره شارع او راكبه مع ده ونازله مع ده، قسم بالله اغلى من اي عميل سوداني. قرفتونا يا اخي، اهنتونا. مرأتنا السودانيه بقت ممرمطه في قدام الدول، يذلوا فيها ويهينوا فيها ويسجنوا فيها ويمرمطوا فوقها. طفلنا بقى يشحت في الاسطوبات في ليبيا، يشحت في الاسطوبات في مصر، بقينا في اختفاء تجاره اعضاء بسبب شنو؟ بسبب القرف والعفن ابهات كروش ما بيشبعوا ولا بيروا ولا بيغنوا. الله شايل منكم البركه والرحمه، ما حتتقدموا. معقوله يا ولد يا مسؤولي بلادي؟ اشتغلوا شغل رجال. هوي السودان ده ما واقع لواحد فيكم في عطا، ولا واقع لتاجر في عطا، ولا واقع لسمسار في عطا، ولا واقع لاي حزب في عطا. حزب ما عارف ناس بيت فلان واسره فلان ووصلت دنقاس وفرتكاس وابن فرناس. هؤلاء النهابين والحراميه العايشين على مقدرات البلد ومقدرات الشعب السوداني. احنا ضايعين بس ما بين كروش آل المرغن وآل المهدي. احنا والله العظيم نحن يعني شوف، نحن كسودانيين ضايعين بين الكرش والسروال، بالشهوتين الفرج والبطن. دي الحته اللي احنا ضايعين فوقها، بين الكرش والسروال، ده المحل اللي ضايعين فوق. مسؤولين لكروشهم لا مسؤول، لا المورد، لا التاجر، لا المواطن السمسار، لا كرشه بتتملي، لا شهوته بتشبع. نحن ضايعين بين سراوين المسؤولين والتجار والسماسرة وبين كروشه كشعب، ومقدراتنا وكل حاجاتنا ضايعه بين الحته دي. كائنات سرواليه، كائنات كروشيه بطونيه، شغلهم كله نيم نيم. معلم وامشي فضي، نيم نيم وامشي فضي، يمشي يستمتع. مضيعين بال شعوب دنيا كبر. شباب ضايع ماشي يشتغل، قال في السعوديه راعي عشان يرعى غنمه. ليه ما انا اشتغل راعي في السودان؟ انا على دين دار والله دار اشتغل راعي، دار اقول عندي اكبر مزرعه بتاع الضال، لكن دار اعمله في بلدي وابقى انا ذاتي الراعي، ابني لي خيمه كبيره في الخلاقات. تدوا الشباب الفرص. اي واحد محتكر له ده عامل له شركه في مصر ومتعاقد مع المصريين، ده متعاقد مع السعوديين، ومسؤول الفلان متعاقد مع الجهه الفرتكانيه، وعندنا عملاء وراسماليه وتجار وعفن وجبن وقرف وعفن قاعدين يشيلوا من هنا يودوا غادي. امهاتهم قاعدين برا، ابهاتهم قاعدين برا، عيالهم قاعدين برا، نساوينهم قاعدين برا، مشترين شقق وفيلل وماخذين معارف اقامات ذهبيه واقامات الكترونيه واقامات مش عارف زرمنطيه، ينقلوا في خير البلد ويا شعبي ما عليك اي حاجه.